باهي، باش نوريكم حاجة ردا على الناس اللي تتقول انه تونس الكلها الرقعة التونسية ما فيهاش نفط، والا الحقول النفطية ماهيش مربحة. ينجم اي تونسي ولا اي شخص في العالم انه يدخل الموقع متاع ليتاب الشركة التونسية يعني الأنشطة البترولية، ويشوف بيني يعمل بحث بسيط في الموقع هذا، يكتب يعني يفتح صفحة انترنت سيج، ان شاء الله بينت لكم سيج SIGETAP بوان. سيت ان شاء الله بين لكم، قلنا سيج تاب كيف ما تتسمع سي SIGETAP.TN/global map. يعني هذه تورينا الخريطة كاملة. نتعدوا ديريكت يعني للانترفاس اريا مينينج ولا يعني سباس ميني ولا لي شون ميني، ونتعدوا الاوتي تولز، بعدين نمشوا انفو ويلز ولا انفو بوي، يعني باش نشوفوا بحث المعلومات على الابار النفطيه الموجوده في الرقعه هذه. مجرد ان ننزلوا على الانفو باش تطلع لنا انترفاس على اليمين، باش نعملوا بها هي يعني الريسيرش نتاعنا، نختاروا بالريكتانجل لتسهيل العمليه، يعني سيليكسيوني بار ريكتانجل. بعدين نمشوا مثلا ناخذوا القصرين مثالا، نقول القصرين نعملوا سيليكسيون البارتي ولا الرقعه تاع القصرين باش نشوفوا قداش فيها من بئر نفط. الريسيرش يقول لنا انه في الرقعه هذه فقط، كما تشوفوا الرموز هذه هي رموز بئر نفط. في الريسيرش طلع لنا يعني ريبيراج تاع 26 بئر نفط، ويعطيك بالاسم مثلا هذه لاسيليت، وعندنا درني في فريانة، يعطيك الشركة شكوني، الجيزمون هذه شنو قالك بتروليي اتسيتيرا دولاب، وهذه حقول معروفة في القصري. كان تركزوا شوية مع لابار تو يعطيكم البئر بالسينيال هنا كيف ما تشوفوا هذه هانو بالسينيال. نرجع لهنا مثلا نشوف لكم درنية من موجودة، كيف يعطيك درنية من موجودة، يعني الدقة متناهية للأبار هذه، وما هيش حاجة من عدم ولا بارازار. تو نحب نوريكم يعني ايماج باش تصدمكم حقيقة، باش نشوفوا تونس، باش نعملوا ريسيرش على تونس الكل شنو فيها ابار. وهذه شاهدوا من اهلها، ماهوش علم جايبينه من القمرة، باش نشوفوا تقريبا 90% من التراب التونسي ايش فيه من ابار. توا قاعدة تعمل لودينج في الريسيرش نتاعها، خاطر عطينا سيليكسيوني لتونس، والريسيرش هذا مش من عدم، لانه 466 بير هانو طلع لنا في الريبيراج. وباش تشوفوا توا لي دوني، مثلا بير علي بن خليفه يعطيك الاوبيراتور هو ويسترن، وهكاك كل مره يعطيك اسم بير. توا نحبكم تشوفوا مع بعضنا الرموز نتاع الابار اللي في الخريطه. اش قولكم؟ هذا الكل يقولوا لنا معناش ابار، كل نقطه من هذه هي بئر. مثلا خليكم لهنا مركزين، نشوفوا هذا بير علي بن خليفه وين يوقع. هاو هذا بير علي بن خليفه. نرجع تاني شويه تنشوفوا وين في الخريطه. هذه ردا على الناس اللي تتقاول تقول انه معناش ابار نفط. هذه اي واحد فيكم ينجم يدخل للسيت هذايا، راهو سيت مفتوح تابع الشركه التونسيه للانشطه البتروليه، ويشوف ويطبق يعني لي زيتاب هذوما، يدخل ويشوف يعني الثروات البتروليه اللي عندنا. وما عادش تسمعوا كلام الاعلام النوفمبري اعلام البنفسجي اللي يقول لك راهو ما عندناش يعني ابر نفط ولا نفط ولا ديجيزمون معناها دو غاز ولا غيره. نجموا تشوفوا وتطبقوا المعلومه هذه. وكيف ما قلت لكم من بكري، هذه شاهد من اهلها. تحياتنا من القصرين.